طيب عايزين تاني نشوف الأجزاء المهمة إن نركز عليها، مثلا لو زول عنده امتحان عايز يعرف المواضع تحت الأسئلة وكده. عندنا أول حاجة أهم شيء اسم التجربة، اسمها تجربة الذهب لرذرفورد. تاني حاجة التعريف بتاع أشعة ألفا، جسيمات أشعة ألفا وهي أحد أنواع الأشعة، وهذه الجسيمات هي أيونات الهيليوم التي تحمل شحنتين موجبتين. تاني حاجة اسم الغلاف الموجود في التجربة هو غلاف كبريتي الخرسي، ممكن تجيني في أكمل. تاني حاجة إنه في المشاهدات معظم الأشعة مرت بدون ما يحصل فيها انحراف، 99.9 ما حصل فيها انحراف. تاني حاجة إنه في جزء قليل حصل فيه انحراف. قلنا ليه جزء قليل حصل فيه انحراف؟ لأنه جماري دي أشعة ألفا جات مرة قريبة من النواة، والنواة موجبة وأشعة ألفا موجبة، حصل بيناتهم تنافر وحصل الانحراف. وثالث مشاهدة إنه في جزء قليل حصل فيه ارتداد. حصل فيه ارتداد ليه؟ لأنه اصطدم بالنواة والنواة حجمها كبير، قام طوالي حصل له ارتداد لأشعة ألفا. طيب تاني عندي في تفسير النتائج إنه الشحنة الموجبة موجودة وين؟ موجودة في نواة الذرة. يعني لو سألني ما شحنة الذرة هقول شحنة الذرة متعادلة. طيب لو سألني ما شحنة النواة هقول له شحنة النواة موجبة. في فرق بين الحاجتين دول لما نقول شحنة النواة ولما نقول شحنة الذرة كلها. طيب عندي تاني هنا إنه ممكن السؤال ده يجيني في علل يقول لي مرة 99.9 من أشعة ألفا دون انحراف. ليه؟ لأنه معظم حجم الذرة فراغ خالي من المادة. طيب عندي هنا سؤال تاني مثلا قال لي إنه وهو ما يفسر انحراف القليل من أشعة ألفا. أشعة ألفا حصل فيها انحراف ليه؟ لأنه قلنا تتمركز الشحنة الموجبة ضمن حيز ضيق جدا من مركز الذرة. قصدهم شنو؟ قصدهم النواة. قصدهم إنه النواة موجودة في مكان ضيق في وين؟ في مركز الذرة. طيب رقم 4 إنه حصل لي انحراف بسبب التنافر بين الشحنة الموجبة في مركز الذرة ودقائق ألفا موجبة الشحنة. ورقم 5 طيب إحنا عايزين نشوف إنه طبعا الكتلة بتاعة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون. تمام، الكتلة حقة البروتون أكبر من كتلة الإلكترون. يعني كتلة الإلكترون دي صغيرة جدا، ممكن نقول إن الإلكترون خفيف شديد شديد مقارنة بالبروتون. تمام، عشان كده معظم كتلة الذرة بتتركز في النواة. معظم كتلة الذرة أو معظم الوزن بتاع الذرة بلقاه وين؟ بلقاه في النواة، بمعنى إنه النواة تقيلة، باقي أجزاء الذرة خفيفة شديد. طيب وده بيفسر لي ارتداد جزء قليل جدا من أشعة ألفا. ليه؟ لأنها اصطدمت بجسم صغير في مركز الذرة، يعني اصطدمت بمنو؟ بالنواة. طيب تاني حاجة إنه عندي مثلا ممكن يسألني يقول لي علل أن الذرة متعادلة الشحنة. ليه الذرة متعادلة الشحنة؟ لأنه عدد الإلكترونات بيساوي عدد البروتونات، أو ممكن أقول عدد الإلكترونات في فراغ الذرة بيساوي لي مقدار الشحنة الموجبة المتمركزة في النواة. طيب بعد كده تاني نحفظ إنه حجم نواة الذرة أصغر من نصف قطرها بحوالي 10,000 مرة. تاني حاجة إنه البروتون هو اسم الشحنات الموجبة الموجودة وين؟ في نواة الذرة. طيب كمان برضو نعرف إنه العدد الذري هو عدد البروتونات في نواة الذرة. عدد البروتونات وين؟ في نواة الذرة. ده ممكن يكون تعريف العدد الذري. طيب لكن احنا عارفين انه عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات، صح؟ معناه شنو؟ معناه العدد الذري ممكن برضو يكون عدد الالكترونات في الفراغ الموجود في الذرة. طيب وقلنا حنرمز له بالرمز زد. تاني حاجة إنه ذرة الهيدروجين موجود فيها بروتون واحد وموجود فيها إلكترون واحد، لأنه بالضرورة إنه عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات. طيب وبعد كده إنه العدد الذري للهيدروجين زد، يعني العدد الذري ده شنو؟ ده عدد البروتونات الموجودة في النواة أو عدد الإلكترونات الموجودة في الذرة، حنرمز له بالرمز زد. طيب العدد الذري بالنسبة للهيدروجين واحد. ليه؟ لأنه عدد إلكتروناته واحد ولأنه عدد بروتوناته واحد. طيب احنا كده نكون تمينا ساعة، يعني حاسة انه مثلا لو تميت الدرس كامل حياخد ساعة تانية، ممكن ياخد ساعتين. ما عايزة اضغط عليكم لأنه كده حيكون كتير شديد عليكم، بس لحد هنا ما مشكلة كفاية. والمرة الجاية ناخد برضو ساعة ونكمل النص التاني من الدرس.
يعني ده هو أطول درس في الوحدة. لو خلصنا الدرس ده تاني خلاص الباقي بيكون بسيط. طيب عندنا في التقويم اشتغلوا بس رقم 3 ورقم 4 لأنه دي الأجزاء اللي احنا يعني اتكلمنا عنها وشرحناها. باقي الأجزاء لسه ما اتكلمنا عنها. إن شاء الله المرة الجاية بعد تحلوا التمرين حاولوا تحلوا التمرين المرة دي بدري وتتفرجوا بدري عشان أبدأ لكم طوالي ونكمل النص التاني من الدرس.